السلام عليكم. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. مشاهدينا الكرام، بصحة جيدة يا رب للجميع. اليوم غادي نقدم معكم طريقة تحضير ديال الحمض الغنمي في الكوكوط على الطريقة ديال الطنجية في الكوكوط. نبداو على بركة الله. بعد ما ضفنا الثومة والملح، شوية ديال زيت الزيتون، الابزار، قزبر حبوب، الكمون، ودابا غادي نضيفو اللحم وغنضيفو الثومه، ملح، قزبر حبوب مطحون، كمون، الابزار، الفلفله حاره مقطعه او السودانيه الحاره، والحامض مصير. وغادي نسدو على الكوكوط. وهاللحم بعد ما وجد كيجي زوين وبنين. نتمناو تجربوا الوصفه، وشكرا للجميع.